السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد. كتير من الناس بتقابلهم مشاكل في إضافة الحساب البنكي والمعلومات الضريبية على الفيسبوك. وطبعا بناء عن تجربتي حبيت أشرح الشرح دون إن عليك كتير في إضافة الخطوة الأخيرة. أنت طبعا الحساب البنكي بتضيفه ورمز السويفت، حساب بنكي رقم الدولي بتاعك بتضيفه ورمز السويفت، والمعلومات دي كلها بتضيفها بالانجليزي. بس قابلتني خطوه واحده اللي هي بتاعت المعلومات الضريبيه. لما باجي اضيفها من على تطبيق الفيسبوك ما بتكملش العمليه، حتى لو عملت تسجيل الدخول بالايميل ما بتضافش العمليه. وحل المشكله دي انك تخش على تطبيق المتصفح جوجل كروم، بتكتب استوديو من شيء المحتوى وبتخش على الصفحه. وبس طبعا بعد ما تخش على الاستوديو بتشيل المحتوى، طبعا بتعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك او الرقم الموبايل بتاعك والباسورد بتاعك، وبتخش على استوديو تبدا بدء استخدام الاستوديو ونشئ محتوى فيسبوك. تابع معايا للنهايه علشان تستفاد، وما تنساش متابعتنا ولايك وشير للفيديو دون. تابع معانا للنهايه. هنخش على متصفح جوجل كروم، هنفتح متصفح جوجل كروم، بعد ما دخلنا على متصفح جوجل كروم هنكتب هنا استوديو من شيء المحتوى فيسبوك وهنعمل بحث. طبعا انا دخلت سجلت عليه وطبعا الصفحة موجودة عندي. تمام. طبعا ممكن لو تحديث جديد هظهر لك صفحة تانية ولا حاجة، فانت ايه في البداية مش هظهر لك الصفحة دي. هتعمل تسجيل دخول على الصفحة. طبعا هتسجل برقم الموبايل والباسورد بتاع حساب الفيس بتاعك، وهتفعل هنا عرض باصدار سطح المكتب، الثلاث نقاط اللي على اليسار في اعلى دول بتتك عليهم كده. وتتأكد ان هي ايه الصفحة متعلم عليها اصدار موقع الكمبيوتر. تمام. وهتفتح معانا الصفحة بالشكل دون. انا عامل شرط مرجعية اهي. تمام. هي هتفتح معاك الصفحة في البداية اهي، اول صفحة. يعني هنا هتبدأ معاك الصفحة زي كده. هتبدأ هنا يقول لك بدء استخدام استوديو من شيء المحتوى. تمام بالشكل دون. هتضغط على كلمة انتقال إلى الاستوديو. تمام. طيب أنا هجيب لكم الصفحة من الأول، هي الصفحة شكلها هي. تمام. هتلاقيها بالشكل دون. نخش على الصفحة الابتدائية. في هنا صفحة تانية. طبعا هو يجيب لي ايه برضه في صفحة تانية بتجيب لي زي كده. تمام. بحب اوضح بس عشان ايه ما تخشش في صفحة تانية. انت حاول لما تلاقي شوف بقى انت عايز تعمل الاعدادات دي على الصفحة بتاعتك. تمام. او على ده كده الصفحة بتاعتي. تمام. انا كده الصفحة بتاعتي. بضغط على العلامة دي هلاقي الصفحة بتاعتي هنا. اضغط على الاختيار ده، عايز ابدل من هنا. بس طبعا ممكن ما تظهرلكش الصفحة اللي هو الحساب الأساسي. هنا بيظهر لك الصفحات اللي انت عاملها كلها، الأعمال، حساب الأعمال كلها. تمام. طبعا لو كده هتعمل تسجيل دخول من الصفحة دي، تسجيل خروج من الصفحة دي الصفحات دي. تمام. وهتلاقي الحساب ايه هنرجع على الصفحة بتاعتنا تاني اهي. الاعدادات اهم حاجة، هتخش على الاعدادات. طبعا اول ما تفتح وتعمل تسجيل دخول هتخش على الاعدادات. في حاجة هنا اسمها الاعدادات، هتفتح هنا الاعدادات. طبعا ده الحساب بتاعنا.
هتخش على اعدادات الملف ده كده، اعدادات الملف الشخصي. تمام. انا عايز اللي هي اخش على اعدادات الارباع. طبعا يا شباب، هي دي الصفحة، دي صفحة تانية. اخش على الصفحة اللي كنت داخل عليها اخر حاليا. تمام. طبعا انت تخش على الاعدادات، هتلاقي الاعدادات، هتلاقي كل هنا التعديلات يا باشا هي. طبعا هتلاقي كل المعلومات هنا. هتلاقي ايه؟ تخش على الاعدادات دي اهي، اخر حاجة الاعدادات اهي. هتلاقي كل حاجة هنا الاعدادات. هنا هتخش الاعدادات بتاعت العوائد، يعني فوق كده هي العوائد. تنزل تحت هتلاقي الاعدادات. هنا طريقة الحصول على العوائد. هنا هتلاقي بقى التعديل بقى وكل حاجة، غير الحوارات اللي على الفيسبوك دي كلها. هتضغط على التعديل هنا، هتلاقي النشاط التجاري، وهتلاقي كل حاجة هي، وملك الحساب والحاجات دي. هتدوس على كلمة أول حاجة تعديل هي. هنا عامل لك زي خطأ أو كده. طبعا أنا كنت ضايف المعلومات على الفيس بقالها فترة، والآخر قال لك إيه؟ انتهت صلاحية الأرباح وكده. تمام. فالفترة اللي فاتت دي خلاص يعني وقفوا الإعلان. فأنت لازم تكمل كل الحاجات دي. فعملت خطوات إضافة حساب بنكي. فطبعا بدوس تحديث هنا برضو، هتلاقي كل الخطوات تفتح معاك كده بالشكل دون. وبعد كده هتصحح بقى كل معلوماتك. هتلاقي طبعا هنا اختيار دون نوع المعرفة الضريبية. ده طبعا مش موجود على الفيس خالص. هتخليه ايه زي ما انتم شايفين كده. دي ما كانتش بتظهر معايا على الفيس خالص من تطبيق الفيس. نوع المعرفة الضريبية هتخليه ايه؟ معرفة ضريبية آخر إصدار عن جهة حكومية، وبتلاقيها بالشكل ده. هنا بقى بيضيف الرقم التعريفي بتاعك اللي هو رقم البطاقة، وبتدوس على التالي. ده أول خطوة، وبتمشي بقى مع الخطوات كلها. بتضيف رقم البطاقة بتاعتك أو رقم الباسبور بتاعك اللي هو مكون من 16 رقم دون. بيبقى إيه طبعا ده موجود على البطاقة. بتضيفه لو أنت مالكش سجل تجاري ولا بتاع الضرايب والكلام ده، رقم التعريف بتاع الضرايب. فبتضيف الرقم البطاقة لحل المشكلة. تمام. انك تخش على جوجل كروم، تكتب استوديو منشئ محتوى فيسبوك، وبتم تسجيل دخول، وبتملى كل المعلومات دي، وتكمل كل الخطوات دي، ومبروك عليك حساب العوائد في الاخر. بس تابع برضه معايا للنهاية عشان تستفيد. طبعا كده ضفنا رقم البطاقة اللي هو الرقم القومي، وبعد كده هنضغط على التالي. طبعا بعد ما ضفنا رقم بطاقة ورقم الموبايل والحاجات دي كلها والاسم واسم الأب والكلام ده كله بالإنجليزي، طبعا أنت بتترجمه بلوحة المفاتيح. بتدوس على التالي بالشكل ده. مسؤول الحساب دخلنا بقى على الإلكتروني مسؤول الحساب. تمام. هنا بقول لك للحفاظ على الأمان عليك إدخال كلمة السر. فبتضغط كلمة السر، تكتب كلمة السر، وبتكمل الخطوات، ومبروك عليك حساب العوائد. بنكتب كلمة السر، وبعد كده بنضغط على الكلمة اليسار دي. تمام. بيبدأ إنه يدخلنا على الصفحة دي. تمام. هنا جاب لك مالك الحساب والمعلومات بتاعتك بتتأكد منها تاني، وبتنزل تحت كده مسؤول العوائد وكل المعلومات دي، وتضغط على كلمة تحديث. تضغط على كلمة تحديث. هنا جاب لك ايه؟ بيقول لك جاب لك الاسم اهو. هنا بقول لك تحديث مسؤولين او ازالتهم او اضافة مسؤولين اخرين. هنا بتدوس ايه؟ على تم. هنا بتدوس على تم. هنا جاب لك كلمة يقول لك ادخل كلمة السر تاني، وبعد ما ضفنا كلمة السر مرة أخرى بنضغط على كلمة المنصات تاني.
احنا دخلنا في صفحة تانية خالص برضو. انا بظن كده انه خلاص كده حدث لنا المعلومات بالشكل دون. هنا طبعا كده بعد ما ضفنا كل المعلومات ظهرت لنا الكلمة الفلانية دي اللي هي العلامة الصفراء دي. تمام، احنا حدثنا كل حاجة وتمام كده وزي الفل. بس في هنا جايب لك يعني زي شوية تعليمات كده، بيقول لك ان الدفعة بتاعتك اذا قمت بتحديث المعلومات هتتأخر يعني لمدة 5 أيام أو كده لو كنت بتحديث يعني مش هستلم الدفعة اللي قبلها لو ليك دفعة قبلها. تمام، أنا كده مترجمها لكم بالعربي. هنا بيقول لك طريقة الدفع الخاصة بك ستتم وضع قيد 5 أيام الدفع الخاص بك. إذا قمت بتحديث طريقة الدفع يمكن تأخير المدفوعات المجدولة. وبكده كل شيء الإعدادات كله تمام كده، ومبروك عليك حساب العوائد. تمام، وكذلك برضو صفحة، لو انت عندك صفحة تحدث برضو تخش على الصفحة وتحدث كل المعلومات دي. ما تنسوش طبعا متابعتنا واللايك بتاعك جميل وشير للفيديو دون. ما تنساش تكتب تعليق جميل كده منك علشان وتتابعنا علشان تستفيد بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.